السلام عليكم وأهلا بيكم في نزهة تاريخية. في الحلقة اللي فاتت كلمناكم عن مراحل الفتح الإسلامي على سمرقند، لكن مع وصول الفتح الإسلامي جاءت معاه رياح التغيير اللي أصابت أغلب جوانب الحياة في سمرقند. فمثلا من ناحية سياسية تعاقب على حكمها عدة دول، أما من الناحية العلمية فزودتنا بالعديد من المصنفات العلمية، لكن برضو مرت عليها مراحل من الضعف والهوان زي غيرها من البلدان، وده بعد وصول الاستعمار الروسي عليها، وده اللي هنتعرف عليه في حلقتنا النهاردة. سمرقند بعد الفتح الإسلامي. بعد الفتح الإسلامي لمدينة سمرقند أصبحت الثقافة العامة هي ثقافة إسلامية، حتى كمان نمط حياتها ومظهرها أصبح جزء من العالم الإسلامي، وده كان على غرار مدينة بخارى اللي كانت قريبة منها جدا بل توأمها، وده لتشابههم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في كافة المجالات، وده ولد نوع من التنافس بين مدينة سمرقند وبخارى. فأحيانا هنجد أن مدينة سمرقند كانت عاصمة المسلمين في بلاد ما وراء النهر، وأحيانا أخرى مدينة بخارى. واستمرت مدينة سمرقند عاصمة لبلاد ما وراء النهر لحد وصول السامانيون اللي نقلوا عاصمة دولتهم لمدينة بخارى. وعلى وجه العموم بعد حكم السامانيون لمدينة سمرقند انتقلت فيما بعد لحكم الدولة الغزنوية، ومن بعدها لأحضان الدولة الخوارزمية اللي قلنا قبل كده إنها قامت على أنقاض الدولة السامانية. كان من الطبيعي بعد تعاقب حكم تلك الدول إن مدينة سمرقند تشهد ازدهار اقتصادي وثقافي وكمان العمراني، وده من خلال المباني والأسواق والمساجد. ده غير كمان نظام الري اللي حول مدينة سمرقند لمدينة خضراء جميلة. وباعتبار إن مدينة سمرقند إحدى بلاد ما وراء النهر فكان حالها زي حال غيرها من البلدان اتعرضت لنكسة حقيقية سنة 617 هجريا على يد المغول بقيادة جنكيز خان اللي دمر المدينة وقضى على الدولة الخوارزمية. لكن مدينة سمرقند استطاعت انها تستعيد سابق مجدها وتدخل مرحلة جديدة في تاريخها، وده في اواخر القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشر الميلادي، وده لما كانت عاصمة الامبراطورية التيمورية في عهد تيمورلينك، واللي شن حملاته على بلاد القوقاز واسيا الصغرى وايران والهند. وعلى الرغم ان تيمورلينك كان بيحمل العداء ضد المسلمين، لكنه على الجانب الاخر نشر الثقافة، وفي عهده كمان اتطورت المهن اليدوية الفنية وشجع التجارة والبناء في المدينة، وأحاط نفسه بأفضل الشعراء ورجال الموسيقى والدارسين، وكان بيدعوهم إلى بلاطه، وفي بعض الأحيان بيجلبهم بالقوة من البلاد اللي خضعت لاحتلاله. وفي عهده ازدهرت على وجه الخصوص بعض العلوم زي مثلا الرياضيات والفلك والتاريخ والأدب، وكانت بتضم معالم مدينة سمرقند آثار من بقايا عهد تيمورلينك، كان أبرزها مسجد بيبي خانوم اللي كان بيعكس عظمة تلك المرحلة، وتم بناؤه ما بين عامين 1399 و 1405 ميلادي. أما بقى المعالم اللي بتعكس النهضة العلمية اللي شهدتها مدينة سمرقند، مرصد سمرقند اللي شيده أوليك بيك حفيد تيمورلينك، واللي كان بيعرف بشغفه بعلم الفلك والرياضيات. وعلى وجه العموم استمر حكم التيموريين لفترة طويلة جدا من الزمن، ظلت في مدينة سمرقند مدينة عظيمة حتى بعد تحول العاصمة الإسلامية لمدينة بخارى. ما زالت مدينة سمرقند بتحتفظ بنفس مكانتها عند المسلمين. لكن ما استمرش الحال على ما هو عليه بعد وصول الاحتلال الروسي على بلاد ما وراء النهر، اللي أدى بدوره إلى سقوط مدينة سمرقند في يد المستعمر الروسي سنة 1868 ميلادي. ده كمان وصل الأمر أن الروس بدأوا يقسموا البلاد فعليا وأسسوا جمهورية أوزبكستان سنة 1624 ميلادي، وده كانت وقتها تحت الحكم الروسي الاشتراكي، لكنها زي ما قلنا قبل كده حصلت على استقلالها سنة 1991 ميلادي. لكن بعد وصول الاجتياح الروسي إلى مدينة سمرقند العديد من المدارس العلمية والدينية اتوقفت عن نشر رسالتها الإسلامية، وده لما تحولت عام 1918 إلى مجرد مباني أثرية سياحية، لأن الاحتلال الروسي في الأساس بيهدف إلى محو كل شيء له صلة بالدين الإسلامي. ولنفس الأسباب نقلوا العاصمة من سمرقند إلى طشقند كعاصمة لجمهورية أوزبكستان عام 1930 ميلادي.
وعلى الرغم من تعاقب السنين ومرور الأيام تظل مدينة سمرقند بتحتفظ بتاريخ حافل لأسماء علماء مسلمين تركوا لينا آثار واضحة في مختلف المجالات العلمية، وده بعد انضمامها للدولة الإسلامية اللي شهدت اهتمام المسلمين بالناحية العلمية، وده زي ما قلنا قبل كده من خلال إنشاء مجموعة من المؤسسات التعليمية زي الكتاتيب والمساجد والمدارس والأربطة وكمان المكتبات. لكن مهم نعرف إن الكتاتيب والمساجد انتشرت في أغلب قرى سمرقند وظهر منها علماء مهمين زي مثلا أبو الحسن علي بن الحسين اللي عرف بتعليمه للخط والكتابة للأطفال، ومنهم كمان الأديب أبو الفضل محمد بن عمر بن محمد السغرجي نسبة لإحدى قرى مدينة سمرقند، واللي عرف عنه إن هو جلس لتعليم القرآن مكان أبيه في مكتبه. ده غير كمان حلقات العلم اللي اشتهرت بيها أغلب مساجد قرى سمرقند زي مثلا مسجد أنداق وغيرهم من المساجد. وطبعا كان الكتاتيب والمساجد وغيرها من المؤسسات التعليمية دور كبير جدا في ظهور العديد من العلماء زي مثلا محمد بن محمود المتريدي المعروف بأبي منصور المتريدي، وهو من أئمة علم الكلام وهو فقيه ومتكلم مشهور، وكانت ليه العديد من المصنفات العلمية والكتب واللي كان بيرد فيها على بعض الفرق زي مثلا المعتزلة والقرامطة، واللي كانت من ضمن كتبه أوهام المعتزلة والرد على القرامطة وكتاب التوحيد، وفي أصول الفقه كتاب مآخذ الشرائع والجدل وتأويلات القرآن. كمان كان بينسب ليه شرح كتاب الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة النعمان. وكمان كان من علمائها أبي الليث السمرقندي صاحب كتاب تفسير القرآن الكريم وعمدة العقائد وتنبيه الغافلين والنوازل من الفتاوي. وأخيرا الإمام عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الضرمي أحد أعلام الحديث وحفاظه، ليه مجموعة كتب زي مثلا كتاب المسند في الحديث وكتاب الجامع الصحيح المعروف بسنن الضرمي، وفي تفسير القرآن الكريم كتاب التفسير. وبكده نكون وصلنا للنهاية. اتمنى نكون سلطنا الضوء على بعض بلدان العالم الإسلامي اللي ممكن يكون كتير ما سمعش عنها.